كل سنه وانتم طيبين، عيد سعيد ومبارك عليكم. ما لحقناش ناكل رنجه في شم النسيم، نعوضها بقى اول يوم العيد. يلا بينا نعمل الرنجه. معانا رنجه وبصل وطماطم وفلفل وليمون وطحينه، هنعمل بيهم الاكلتين. يلا بينا. اول حاجه نشوي الرنجه. في ناس بتحب تاكل الرنجه كده من غير ما تشويها، بتشفيها وتاكلها كده، لكن لا، انا احب اشويها وريحتها تطلع وطعمها بيبقى احلى. يلا. حطينا الرنجه عشان تتشوي على الجريل. هنقعد نقلب فيها كده عشان تتشوي وتفتح وتبقى اسهل في التنظيف. الريحه ابتدت تطلع، بدات تفتح اهي زي ما انتم شايفين. الرنجه كده اتشوت خلاص، هنطفي عليها بقى ونسيبها تبرد علشان ننضفها. ناخد واحده واحده على صينيه ونبدأ ننضف فيها. هنبدأ ننضف الرنجة زي ما انتم شايفين. تنظيفها سهل جدا. بتطلعي كده اللحم من الناحيتين وتطلعي السلسلة بالراس والديل مع بعض. البطروخ ده هنحطه في طبق لوحده لان برضو هنعمله بالمايونيز، سواء ناعم او خشن. دلوقتي خلصنا اول رنجايه، هنكمل تنظيف باقي الرنجه علشان نعمل الاكلات بتاعتنا. خلصنا تنظيف الرنجه زي ما انتم شايفين كده، ما فيهاش شوك ولا اي حاجه، زي الفل. هننقلها في الطبق اللي احنا هنعمل فيه الرنجه العاديه اللي هي بالطحينه والزيت والليمون بتاعتنا العاديه. نحط شويه كده الرسوم رصه كويسه عشان نحط عليهم الليمون والزيت والطحينه. هنعمل شويه طحينه في طبق. كده الطحينه اتعملت خلاص. هنحط شويه كمون او شويه ملح متبل على الطحينه عشان يبقى طعمها حلو وهي على الرنجه. كده كده الرنجه طعمها تحفه اصلا، مش محتاجه اي حاجه. وهنصبها على الرنجه. هنعصر الليمون. تعصري ليمونه او 2، انتوا عارفين الرنجه بتحب الليمون كتير. نحط شويه زيت. وهي دي كده اول اكله للرنجه، خفيفه وسهله ومش مكلفه وجميله جدا. فيها ليمون، فيها طحينه، فيها رنجه، فيها زيت، فيها فلفل. عايز تقطعي شرايح طماطم حطي، عايز تقطعي شرايح بصل حطي، زي ما يعجبك. يلا بينا نعمل الاكله التانيه. تاني اكله سلطه الرنجه، اللي هي رنجه هنحطها في الهاند بلندر او في الخلاط الموجود عندك. انا هحط الكميه الموجوده لان انا عامله قليل، عامله 3 بس. انت بقى تعملي واحده، تعملي 2 براحتك. هنقطع طماطمايه كفايه، نص بصلايه، فلفلايه خضراء. هتساليني وتقولي لي ايه اللي هيضربهم او ايه فين الماده السائله. هقول لك الطحينه. عملت شويه طحينه وهحطها عليها، وهحط زيت وهحط ليمون. هي دي المواد السائله اللي هتخلي الرنجه تتضرب بسهوله. هنضربها بالهاند بلندر كويس. عايزه تحط لها فلفل احمر، فلفل اصفر، براحتك. تزودي طماطم، تزودي بصل، زي ما انت عاوزه. لو ولادك ما بياكلوش الخضار وبيحبوا الرنجه، كتري عليها طماطم والبصل والفلفل، هياكلوها. نتاكد ان كل حاجه اتفرمت كويس. بحبها قوي الرنجه دي. هنفضيها في الطبق. سلطه رنجه مفرومه تحفه، شكلها حلو قوي، الوانها كمان جميله. تحط شويه زيت. عايزه تحطي طحينه براحتك، تاني عايزه تحطي ليمون، اللي انت عايزاه كله حطيه. كده خلصنا طريقتين الرنجه بتوعنا. رنجه مشويه بالطحينه والليمون والزيت وحطينا عليها شرايح فلفل، والرنجه التانيه مضروبه في الهاند بلندر بطماطم وفلفل وبصل وعليها طحينه وليمون وزيت بنفس الطريقه. اعملوا اللي تعجبكم وتريحكم وقولوا لي رايكم، وقولوا لي هتاكلوا رنجه في العيد ولا لا. كل سنه وانتم طيبين وعيد سعيد عليكم.